الله الله الله. كمان واحده معلش، دي ميتسوبيشي 3000 جي تي اللي انا مش عارف عنها اي معلومه، فانا دلوقتي هجيب لكم صاحب العربيه يقول لكم كل التفاصيل عنها. زائد ان العربيه دي موديل 91 وفيها كماليات واوبشنز مش موجود في العربيات البورشه القديمه، وفيها حاجات والله العظيم انت هتنبهر فعلا فعلا من الحاجات الموجوده. فيلا بينا. ازيك يا محمد؟ اهلا، ازيك يا عمرو، اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام، تمام؟ ربنا يخليك. محمد يا جماعه من الناس المصريين اللي عايشين هنا في الامارات والناس اللي بتحب العربيات، ادمان العربيات. تمام. نبدا بالموتور. العربيه دي موتورها كام؟ موتورها في 6 توين تمام. تيربو، تمام 3000 سي سي، تمام بتيجي 300 حصان تمام. و427 تورك. حلو. تمام. نخش على بعد كده، بتيجي اول ويل درايف، تمام. اول ويل ستيرنج، العجل اللي ورا بيلف بدرجه 20%، اللي ورا واللي قدام بيلف. اللي ورا واللي قدام تمام. بيلفوا. في ايه تاني؟ فيها حاجه اسمها اكتف ستيرنج ويل، تمام. قلناها اوريدي. وفي حاجه اسمها اكتف ايرو، اللي هو الجناح اللي ورا بيفتح والعربيه ماشيه. طب ما تيجي ندور؟ يلا بينا، يلا ندور. هنقعد نشرح للناس كده، صح كده؟ دور كده ودوس دوسه خفيفه خفيفه. ها؟ الله الله الله. كمان واحده معلش. الله الله الله. طيب السبويلر، بصوا يا جماعه، السبويلر هو بازرار بيفتح علشان الايرودايناميك يتحسن بتاع العربيه لو انت بتجري. وفي حته من قدام اللي هي الحته الرابر اللي قدام، ممكن تعملها محمد كده ثانيه. هي نازله اوريدي، هي نازله. طيب ممكن تطلعها، اللي هي الاكتيف ايرو اللي موجوده تحت دي. ده برضو علشان تحسين للايرودايناميك بتاع العربيه. نزل كده الهيد لايت، والهيد لايت بتنزل وبتطلع. فما شاء الله على الجمال، ما شاء الله. طيب عايزين نشرح للناس الاوبشنز اللي جوه. ماشي، نروح من الناحيه الثانيه. مبدئيا دي العربيه حالتها بسم الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. العربيه جميله جدا جدا جدا. بصوا، نظيفه يعني بحالتها الحمد لله. دي فتحات تكييف، ودي اللي بيتحكم في الازاز بتاع العربيه. وزي ما انت شايف، بص العربيه الحاله اللي هي فيها، بص عامله ازاي. الكرسي انا نزلت غطست تحت، يعني انت بتغطس تحت كده حرفيا. العربيه دي امريكي، محمد مستوردها من امريكا. من امريكا. انا تاني اونر ليها. تاني اونر. ومعايا نسيت اوريك كمان، معايا فاتوره الشراء بتاعتها. بقى لها قد ايه معاك يا محمد؟ كام سنه؟ بقى لها سنتين تقريبا. تمام. دي الفاتوره بتاعت التوكيل. اوكي. ميتسوبيشي موتور سيلز اوف امريكا، فاتوره التوكيل موديل 91، وكل الفانكشنز اللي موجوده او الكماليات بتاعه العربيه بس، وبتستهلك قد ايه والكلام ده. طيب حلو جدا. انا عايز بقى ايه اوريهم شكل العربيه. بصوا يا جماعه، الكرسي كهرباء، كهرباء بيطلع فوق وبينزل تحت، وفي لمبر سبورت، وفي كمان حرك لي كده معلش يا محمد، ده في ده، لا مش ده، حرك لي الجنب بتاع الكهرباء بالزرار الكهرباء ده. اوكي. بصوا، هنحتاج ندور تقريبا. انا بس قفلتها عشان صوت او كونتاكت بس كده. الحته دي بتقدر تضمها عليك علشان السواقه السبور، وبتقدر ترجعها تاني. حلو كده. وفي لمبر سبورت هنا، وهنا ده بيطلع وبينزل الكرسي. طيب حلو قوي الكلام ده. ممكن نعمل ايه؟ نعمل كده علشان انا ادخل اقعد مع محمد جوه في العربيه. نزلتها صعبه بصراحه. طيب دي الستيرنج ويل زي ما انتم شايفين. هنا ده اللي بيتحكم في الراديو، وهنا في سي دي العربيه، صح يا محمد؟ بص يا جماعه، شريط كاسيت. سامي يوسف ما شاء الله ما شاء الله. جميله. طيب نعمل ايه؟ هات كده مفتاح ومانيوال طبعا. 5 غيار. نقفل الباب ثانيه. طيب العدادات، هنا طبعا العدادات بالميل زي ما انت شايف. عندك كل الحاجات اللي هي مش مختلفه عن اي عربيه. تعال نشرح بقى الزراير اللي انت لسه شارحها لي من شويه. طيب
مثلا ده ECS. الكترونيك كنترول سسبنشن، تمام. ده اللي بيخليها سبورت وعاديه اللي هي التورنج. بيتحكم في العفشه بتاعت في العربيه، القساوه بتاعت العفش، يخليها ناشفه ناشفة ولا طريه ولا علشان طرية. لو عايز تجري. لو عايز تجري. حلو قوي. تمام. تمام. والسبورت اللي تحت هنا التور ده اللي دي فيها اوبشن تاني بيعلي صوت الشكمان ويوطيه من التوكيل. تمام. هي نازله كده. هي نازله كده. تمام. فده بيعلي دي المساحات. دي المساحات اللي ورا. وده الكنترولينج بتاع ده بتاع الاي سي. وده اعداد الحراره. ده الزيت، ضغط الزيت. وده التربو بوست. التربو بوست اسمه. تمام. التربو بوست. حلو قوي. طيب في ايه تاني ما شرحناهوش؟ في الاكتيف ايرو اللي احنا عملناها من شويه. ده زرار الاكتيف ايرو. تمام. فيها ولعتين، يعني فيها مكان للشحن وولعت سجاير. ودي الطفايه. ما شاء الله. تمام. لا يعني انا عاجز عن الكلام. يعني انا فعلا عاجز عن الكلام والله. يعني ايه رايكم في العربيه؟ ايه رايكم في الجمال ده؟ في معلومات حابب تضيفها؟ طيب يعني العربيه دي في كام واحده منها في العالم؟ في كام واحده منها هنا في الامارات؟ هي طبعا في الشرق الاوسط مش كتير، وفي الامارات مش كتير. احنا عندنا كلاب وفي منها حوالي 6 تقريبا او 7. هي اكتر حاجه موجوده في اليابان وفي امريكا. في اليابان اسمها GTO. تمام. وفي امريكا اسمها 3000 GT. تمام. بس لما جم ينزلوها في امريكا اوريدي كان في البونتياك عندها GTO، فعشان كده غيروا اسمها خلوها 3000 GT. تمام. فده الفرق بينها وبين اليابان يعني. تقريبا دي كل حاجه باختصار شديد عن العربيه يعني. عامله معاك ايه في الاستخدام اليومي؟ انت صدمتني النهارده لما 3000 سي سي 300 حصان توين تربو، عربيه نادره زي دي بيستخدمها يا جماعه استخدام يومي. وبروح بيها الشغل واجي وبخرج بيها مع عيالي واجي. طبعا انا مش بقارن شوارع هنا بشوارع مصر. انا عارف ان الشوارع هنا كويسه، بس هل هي متعبه كعربيه سبور في استخدام يومي؟ اللي ما بيحبش السبور هيتعب منها. تمام. اللي بيحب السبور وبيستمتع هتلاقيه مستمتع، ما عندوش مشكله. يعني في ناس كتير قالت لي مانيوال والزحمه، وعارفين زحمه دبي بس انا ببقى ماشي مستمتع بصراحه. تمام. يعني انا ما عنديش اي مشكله بصراحه. نديك خيرها ويفيك شرها يا رب. طيب انا افرجكم تاني على شكل العربيه. ايه رايكم؟ ايه رايكم في الجمال؟ ايه رايكم في النظافه؟ ايه رايكم في العربيات النادره اللي زي دي، اللي نفسي تبقى موجوده عندنا في مصر؟ وادي شكل التابلو. شايفين الحاله بتاعت العربيه يا جماعه عامله ازاي؟ يعني ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يبارك لك فيها. برضو ايه، هخرج بسرعه كده اديهم نظره سريعه على العربيه من بره، او تعالى نفتح الكبوت. يعني انا ما وريتش الناس الكبوت بتاع العربيه. ناخد نظره سريعه على الموتور. طب نظره الاول كده من بعيد. بص العربيه، بصوا الجمال يا جماعه. ايه رايكم؟ يعني بجد ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. العربيه متحافظ عليها، العربيه نظيفه، عربيه شكلها جميل، شكلها مبهج وهي ماشيه في الشارع كده. الموتور زي ما انتم شايفين 3000 سي سي، بيطلع 300 حصان و 400 وشويه نيوتن متر. فبسم الله ما شاء الله. الحتت اللي فوق هنا اللي هي دي، تعالى كده هوريها للناس. اللي هي دي كده، دي انت ممكن تشيلها علشان لو عايز تخليها مفتوحه فتدخل هواء زياده للموتور، لو انت يعني بتستخدم العربيه استخدام قاسي. تمام. ادي العربيه تاني. نفتح لهم الشنطه. نفتح الشنطه. جنوط الستوك بتاعت العربيه يعني لا اروع ولا احلى ما شاء الله. وادي الشنطه بتاعت العربيه. تعالوا بقى، عايز اوريكم المفاجاه. تعالوا. استبن ما شافش الارض لسه اهو، استبن ما لمس الارض، مكتوب USA اونلي. الشنطه زي ما انتم شايفين هنا دي ستاره علشان انت لو ممكن تعلقها هنا تبقى ايه، مداري عن الشكل اللي قدام ده، او يعني ككفر، فاهم؟ مساعدين زي ما انت شايف للشنطه. ننزلها واحده واحده. وايه رايكم في العربيه الاموره دي؟ طيب يا جماعه، احساس ما يتوصفش. ده مبدئيا عربيه رايقه قوي قوي في مشيها ما شاء الله. انا نفسي ادوس دوسه جامده واسمع صوت الموتور على صوت الاكزوست، على الاصوات اللي هي ايه اللي بتنعش البني ادم دي، عارفها. بس للاسف هنا يعني
ما ينفعش ان انا ازعج الناس، ما ينفعش. فاحنا ايه، هنستمتع على الهادي كده بالعربيه. على ايه؟ على الهادي. احساس ان انت برضو راكب عربيه تكون عربيه من النوادر اللي مش موجوده في العالم كتير، ده لوحده احساس حلو جدا جدا. العربيه على قد ما هي ممكن تكون ناشفه شويه في سواقتها علشان هي عربيه سبور، ده يعني شيء منطقي جدا، لكن محمد والله قال كلمه حلوه، قال انا بستمتع. هو ما قالش في الفيديو كده، قال انا بستمتع، انا عايش علشان استمتع. العربيه حلوه كاستمتاع، لذيذه في المشي، كرسيها مش متعب تماما تماما. يعني انا سوقتها قبل ما نطلع نجرب الفيديو دلوقتي، لا جميله بصراحه. اسمع كده، وبعدين في صوت التربو اللي هو كده، ده فاهم، ده لوحده يخليك ان انت تبقى مبسوط. العربيه جميله ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يبارك له فيها يا رب. واتمنى ان انا اشوف عربيات بنفس المستوى كده عندنا في مصر. وبالمناسبه العربيه دي ما بتحكش خالص في مطبات دبي، يعني العربيه دي بتطلع المطبات عادي، مفيش منها اي مشكله خالص. ربنا يحفظها لك ويديك خيرها ويفيك شرها حبيبي يا محمد. قول لي طيب، تعالى عايزين ننزل العربيه دي مصر. ننزلها مصر. يا ريت يا ريت. نفسك تنزلها مصر فعلا؟ طبعا بجد طبعا والله. يا ريت انا عارف ان ننزلها. هي طبعا هيبقى جمركها عالي جدا. المشكله مش في الجمرك، هتبقى واحده بس في مصر. المشكله مش في كده، المشكله في الشوارع. المشكله في الشوارع، العربيه واطيه. مش هتعرف تستخدم الاكتيف ايرو ده خالص. هيروح مني على مستحيل. طول. هيروح. ربنا. بس يا ريت يبقى في زيها في مصر، يا ريت. كان معاك عربيات ايه قبل كده؟ انت لسه قايل لي من شويه. كان معايا كورفت موديل 63 كورفت موديل اللي هي 63 بيسموها السكند جنريشن السي 2. تمام. دي واحده من اندر الكورفتات تقريبا، يعني نزلت 5 سنين بس. وكان معايا برضو في نفس الفتره الكورفت الموديل 72. تمام. وكان عندي وقت من الاوقات كان عندي تويوتا سوبرا. اوه بس تمام. بعتها برضو. فانا بحب العربيات. انا الجي دي ام بيسموها اللي هي الياباني والامريكي. انا بحب الاثنين دول جدا يعني. شغال عليه وحاليا شغال على بروجكت بس يمكن بعيد شويه عن المجال. مرسيدس اس 280 اس اي ال، بس هي الصالون بتاعت حمايه. موديل كام؟ موديل 73. 73. فبنجددها له. اوكي. فانا شغال عليها. لا ده احنا لازم نصورها بقى. اكيد طبعا في اي وقت. خلاص يا جماعه هنصور. استنوا الفيديو الجاي عن المرسيدس اللي هو لسه قايل عليها. الفيديو الجاي عن المرسيدس اللي هو لسه قايل عليها. خلاص. اتمنى ان انتوا تكونوا انبسطتوا بالعربيه دي، انبسطتوا بالفيديو. ما شاء الله ما شاء الله، انا ما شفتش حالات نظيفه زي كده في مصر. يعني اتمنى ان انا اشوف المستوى ده، عندنا في مصر. يلا اشوفكم على خير.